المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. نستهل كالعادة بأهم وأبرز العناوين. نتائج مرضية لأسبوع سلامة المرور في الإقليم الأوسط. توسيع خدمات شركة حرات للمواصلات في إقليم الكشبركة. تحسين نتائج الطلاب في مديرية ملقي. الجيش المالي ينفي اتهامات فرنسية له بإعدام المئات خلال 5 أيام. حكومة الإكوادور تستعيد السيطرة على سجن شهد أعمال عنف. وزلزال يضرب جنوب غرب الصين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفادت شرطة الإقليم الأوسط بأن أسبوع سلامة المرور المنظم بتعاون شرطة المرور وأعضاء مراكز الشرطة 8 وكذلك قوات الدعم كان له دور جيد في التوعية المرورية لاحترام قوانين المرور ومكافحة الحوادث. وأوضحت شرطة الإقليم الأوسط أن أسبوع سلامة المرور المنظم لأسبوعين يعتبر مواصلة للمهام التي تنظم كل 3 أشهر لأسبوع خالي من الحوادث. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من أسبوع سلامة المرور توعية المشاة وسائقي السيارات للمساهمة بهدف مكافحة الحوادث المرورية. وقد تم خلال أسبوع المرور معاقبة 9400 سيارة ودراجة، منها 4400 سيارة و257 دراجة كهربائية و4805 دراجة هوائية انتهكت قوانين المرور. وأشهدت شرطة الإقليم الأوسط بتعاون فاعل مع أفراد الشرطة المنتشرين 12 ساعة في طرقات أسمرة، داعية لمساهمة جميع المواطنين للحد من حوادث المرور. تقوم شركة حرات للمواصلات العامة بتوسيع خدماتها وفتح خطوط جديدة لتقديم الخدمات بأسعار مناسبة في إقليم الكشبركة. وأوضح مسؤول مكتب الشركة في إقليم الكشبركة سيد عبد الله إبراهيم تقديم خدمات منتظمة على خطوط بارنتو شامبيقو وبارنتو مايدمة وبارنتو شلالو وغردات فورتو وتسني حجر، مشيرا إلى تخفيف نسبي لمصاعب المواصلات في الإقليم. وقال إن خدمات الخطوط العاملة والخطوط الجديدة ترتبط بجودة الطرق، داعيا الشعب والإدارات والجهات الأخرى لصيانة الطرق الترابية وشق طرق جديدة، داعيا لإجراء صيانة عاجلة لطرق بارنتو شلالو. وذكر السائق تسفاي مبرهتو العامل على خط تسني حجر أن تخصيص حافلات من وإلى تسني حجر يوميا سهل حياة السكان، وتعمل 25 إلى 30 حافلة كبيرة ومتوسطة الحجم داخل إقليم الكشبركة من الإقليم إلى خارجه. نظمت المرأة الإريترية في الكشبركة دورة تدريبية لمديرات الضواحي ومساعديهن المنتخبات الجدد والمرأة الناشطة في المحاكم الأهلية واتحاد المرأة، تركزت على القيادة والإدارة. واشتملت الدورة المقدمة في الأول والثاني من أبريل في مدينة بارنتو على دور وأهمية المرأة في القيادة وإعداد خطة عمل استراتيجية وإدارة القدرات البشرية وسبل إعداد التقارير وإدارة الوقت وسبل حل الخلافات والرقابة والمتابعة وحفظ وتوثيق المستندات. وأوضح المحاضرون على الدورة أنها تساعد على إدخال أساليب إدارية مرتكزة على النتائج. وقالت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم الكشبركة السيدة يحدى يوهنس إن الدورة التدريبية هدفت تقوية القدرات الإدارية للمرأة وتقديم خدمات إدارة جيدة. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الإقليم السيد جبر سلاسي نقاشة أن التدريب يعرف بالأسلوب العلمي الإداري ويخلق الفرصة لتبادل التجارب النظرية والعلمية. وأكدت المشاركات على أهمية الدورة التدريبية لتقديم خدمات ناجزة.
أفاد مكتب التعليم في مديرية ملقي بإقليم القشبركة تحسين نتائج الطلاب مقارنة مع العام الدراسي الفائت. ودعا مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ هياب جيتون في التقييم الذي أجري لمواصلة الجهد بهدف تحسين جيد في النتائج. وأوضح مسؤول التعليم في إقليم القشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم قلة عدد الطلاب مقارنة مع تعداد السكان، داعيا إدارات الضواحي للعمل مع أولياء الأمور لجلوس الأطفال في الدراسة. وقال مدير مديرية ملقي السيد الزرع برهي أن زواج القاصرات من الأسباب الرئيسية المساهمة في انخفاض المشاركة في التعليم، ويجب على رجال الدين والأعيان والجهات الحكومية العمل المشترك لمحاربته. ودعا الاجتماع التقييمي للاهتمام بالمدارس التي تدرس في الرواكب وتوظيف معلمين خبراء في المرحلة الابتدائية. توجد في مديرية ملقي 23 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. أعرب سكان قرية عد عمر في مديرية حقات عن ارتياحهم لخدمات مياه الشرب الصالحة، وأوضح السكان معاناتهم السابقة للحصول على المياه، وانتفت المشكلة بإرساء الحكومة مشروع المياه. وأوضح مدير ضاحية عد عمر أن مشروع المياه الذي يضم بئر وأنابيب بطول 3 كيلومترات وخزان سعة 500 برميل و3 نقاط توزيع يخدم قرى عد عمر ودنب عد سقاي وجولدميت ودنب عد تسفو ودنب دراسين وقرى أخرى. ودعا المشرف على عمل مشروع المياه السيد تخلص سنبتس فردت للقيام بالرعاية الجيدة لمشروع المياه وصيانته سريعا عند حدوث عطل. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أصدرت رئاسة أركان الجيش المالي بيانا نددت فيه بمزاعم لا أساس لها تهدف إلى تشويه صورة القوات المسلحة، وذلك إثر اتهامات غربية لها إن أنباء أفادت بأن قوات من مالي ومقاتلين مرتزقة يشتبه بأنهم روس أعدموا حوالي 300 مدني على مدى 5 أيام خلال عملية عسكرية في بلدة بوسط مالي. ووقعت عمليات القتل التي تحدث عنها التقرير بين 27 و 31 مارس الماضي في مورا، وهي بلدة ريفية يبلغ عدد سكانها حوالي 10,000 نسمة، وتقع بين دجيني وموبيتي التي تعد إحدى النقاط الساخنة لنشاط جماعات العنف الذي زاد وامتد إلى بلدان مجاورة في منطقة الساحل الأفريقي. وأثارت عمليات الإعدام المذكورة تنديدا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا التي طالبت جميعها حكومة مالي بالسماح بإجراء تحقيق مستقل. وقدمت السلطات رواية مختلفة تماما متحدثة عن عملية سمحت بقتل 203 مقاتلين ينتمون إلى جماعات إرهابية مسلحة بعد ورود معلومات عن أنهم سيجتمعون في تلك البلدة وتوقيف 51 آخرين. قالت حكومة الإكوادور إنها استعادت السيطرة على سجن في مدينة كويبتا حيث قتل 20 شخصا في مواجهة عنيفة في مطلع الأسبوع. وأضافت الحكومة أن أعمال العنف في سجن التوري وقعت في مبنى الزنازين شديد الحراسة ونتجت عن خلافات بين أفراد إحدى العصابات للسيطرة على الجناح. وهذه أحدث واقعة عنف في سجون الإكوادور تنسبها الحكومة عادة إلى مواجهات بين العصابات بسبب تهريب المخدرات. وأودت أعمال العنف في السجون العام الماضي بحياة 316 شخصا. وقال وزير الداخلية باتريسيو كاريلو لإذاعة محلية مركز التوري الآن تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه تم نشر حوالي 1000 عنصر من قوات الأمن لاستعادة السيطرة على السجن، وسيتم الآن نقل السجناء إلى مباني مختلفة داخل المنشأة في محاولة للحد من الخلافات بين أفراد العصابة.
ضرب زلزال قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين. ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مركز شبكات الزلازل الصينية قوله إن زلزال ضرب محافظة شينغون بمدينة ييبين في المقاطعة وكان على عمق 10 كيلومترات. وأكد مكتب الإعلام في محافظة شينغون أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو عرقلة لحركة المرور في المحافظة. وقالت مديرية الدعاية بمحافظة شينغون إنه تضرر أكثر من 280 مسكنا بشكل طفيف، مضيفة أن إمدادات الطاقة والاتصالات لم تتأثر. الخبر الأخير في هذه النشرة: في حين أن معظم الناس يمكنهم بسهولة تقشير موزة، فإن المهمة التي تبدو سهلة للبشر قد تكون صعبة بالنسبة لمعظم الروبوتات. فغالبا ما تفتقر الروبوتات إلى البراعة في تقشير الموز دون سحق الفاكهة الرقيقة بالداخل. وحديثا طور باحثون من جامعة طوكيو روبوتا يقولون تم تدريبه من خلال التعلم الآلي على تقليد البشر، وقد تمكن من تقشير موزة بنجاح، وإن كان ذلك في 3 دقائق. وفي المتوسط استغرقت العملية برمتها أقل من 3 دقائق في كل مرة. ويأمل الباحثون أن التكنولوجيا وراء الروبوت يمكن تطبيقها في المستقبل لمهام أخرى تتطلب مهارات حركية دقيقة. ختام النشرة إليكم أبرز العناوين. نتائج مرضى الأسبوع: سلامة المرور في الإقليم الأوسط. توسيع خدمات شركة حارات للمواصلات في إقليم الكاشبركة. تحسين نتائج الطلاب في مديرية ملقي. الجيش المالي ينفي اتهامات فرنسية له بإعدام المئات خلال 5 أيام. حكومة الإكوادور تستعيد السيطرة على سجن شهيد أعمال عنف. وزلزال يضرب جنوب غرب الصين. انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.